يا أهلا وسهلا فيكم صبايا، نورتوا قناتي اللي رجعت لكم اليوم بوصفة عش البلبل بطريقة منزلية وسهلة كتير وبدون لبكة وبدون تعقيدات. للصبايا اللي ما بيعرفوا هاي الوصفة أو يلي بيعرفوها بس حابين يعملوها في البيت، تابعوا معي هاي الفيديو لتحصلوا على أطيب وصفة عش البلبل منزلية وسهلة وبسيطة وما بتاخد وقت. فيكن تعتمدوها بالعزايم وبتبيض الوش. هلأ للوصفة أنا هون محضرة كيلو من عجينة البيف باستري، نص كيلو من اللحمة، بصلتين مقطعين فرم ناعم، عندي سمنة ومعلقة طحين، دبس رمان، معلقة طحينة، حيلزمني معلقة من اللبن بس نسيت صور لكم اياها، 7 بهارات وملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود بس أنا ما كان موجود عندي. هلا أول شي ضفت معلقة من السمنة على نار هادية، بضيف عليهم البصل المحضر مسبقا عندي لحتى يدبل البصل. انا بدي اي سوائل بالبصل تطلع وتتبخر. فيكن حتى تطحنوا البصل وتعصروه لحتى ما يبقى فيه اي نوع من السوائل. هون هلا دبل انا البصل عندي، شوفوا ما بدي اياه انا ياخد اي لون، فقط انه يدبل لحتى تستخرجوا السوائل الزايدة منه. هلا من بعد ما برد عندي البصل ببلش اني انا احضر الحشو. هلا اللحمة حطيت لها ملح حسب الرغبة، معلقة ونص من السبع بهارات، حضيف عليها كمان معلقة من الطحينة لسر عدم انكماش اللحمة. عندي الطحينة واللبن هي السر والطعم بهالمكونين. ضفت فنجان ونص من دبس الرمان. هلا اذا دبس الرمان كان عندكم نوعية جيدة وكان دبس الرمان حامض، هلا انا عندي اياه حلو، فضيفوا فنجان واحد بكفي. انا لانه الدبس الرمان عندي مو حامض ضفت فنجان ونص. ولتعديل الطعم اذا بيكون دبس الرمان عندكم حامض بتحطوا معلقة من السكر. ضفت البصل المدبل عندي ومنضيف معلقة من اللبن. هلا أنا هون كنت نسيانة بعدين ضفتها. بحركن منيح لحتى تمتزج كل المكونات عندي. بحب أتشكركن كتير على دعمكن وكلامكن حلو إلي بالتعليقات. يا أهلا وسهلا بكل مين جديد اشترك بالقناة. استنوني بوصفات ولا ألذ ووصفات سريعة وسهلة، إن شاء الله تكونوا كمان حبيتوا هاي الوصفة. هلا هون رشيت أنا معلقة من الطحين لحتى أي سوائل عندي زايدة يمتصها، وبتركهم على جنب لحتى يرتاحوا. تقريبا تركتهم ربع ساعة مو أكتر من هيك لحتى الطحين عندي يمتص السوائل الزايدة. هلا إذا لحمتكم ما مدهنة فيكم تحطوا كمان معلقة من السمنة، بتعطيها طعم أطيب للحمة. هلا هون بلشت إني أنا أحط العجينة بالصواني. هلا العجينة هي لازم تكون محطوطة بالفريزر، فلازم نطالعها قبل بساعة لحتى يفك التجميد عنا وما تعذبنا بوقت التحضير. هلا هي العجينة أنا عندي بشكل مربعات، في عجينة بتجي بشكل مستطيل أو بشكل مربع كبير، فصبايا انتو فيكن تقطعوها وتشكلوها بالطريقة اللي انتو بتحبوها. فيكن حتى تضغطوها بكاسة وتعملوها كمان بشكل دائري كمان بصير، على حسب نوعية العجينة اللي انتو جايبينها. هلا أنا هون عندي العجينة هي مقطعة وجاهزة، مقطعة بشكل مربعات. هلا هون لكل أنا قرص عجين أكل معي معلقة من اللحمة، معلقة كبيرة. لو موضوع اللحمة ما تاكلوا هم انه هي ملا مطبوخة، هي لانه اخدت حموضة زايدة، فهي هلأ بتكون سريعة الطهي، فما رح تعذبكم بالفرن، رح تستوي على الأكيد إن شاء الله. هلأ أنا هون الوصفة عم حضرها على صينيتين لحتى ما تاكل معي وقت بالفرن أطول. فردها للحم بشوفوا بهي الطريقة، بوزعها بكل القرص لحتى ما تبقى عندي أنا الزوايا فاضية ويكون القرص ممتلي. وعلى حرارة 180 بالفرن من فوق ومن تحت، بشغل عليهم بياخدوا معي من 10 دقايق لربع ساعة على حسب كل فرن. ومن بعد أنا ما تحمروا عندي وأخدوا اللون الذهبي الحلو بصحن التقديم، ببلش إني أنا بطبقن وبحط فوقن أي قماشة نضيفة عندي لحتى أنا العجين عندي يطرى وما يقسى ويصير طري من جوا ومقرمش من برا. بالصينية أنا ما حطيت غير ورق الزبدة، اكتفيت فيه. إذا ما كان متوفر عندكم فيكم تحطوا انتو شوية من السمنة. صدقا بهي العجينة فيكم انتو تعملوا أطيب وأشهى وصفة عش البلبل. أنا جربتها بعجينة ال10 دقايق وورقتها كمان بالبيت، ما عطتني مثل هي النتيجة. وفي وصفات ممكن كتير تحضروها بهي العجينة رح شاركها إن شاء الله معكم بالفيديوهات اللي جاية. من بعد ما زينت الصحن هلأ هيك صارت وصفتي جاهزة للتقديم. أطيب شي مع هاي الأكلة هو النعناع واللبن
وصفة ولا ألذ. شوفوا كيف من برا مقرمشة ومن جوا طرية. إن شاء الله تكونوا حبيتوا وصفتي لليوم. ما تنسوا تشتركوا بالقناة. بشوفكم بوصفات جديدة وهلا بقلكم بأمان الله.